السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. قال أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إن انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني أصبح وشيكا بعدما اتفق الناديين على قيمة الصفقة التي قد ترتفع إلى 153 مليون دولار. وكان بايرن يسعى طوال الصيف للتعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي، ولكن تم رفض كل العروض التي تقدم بها. ولكن تقدمت المفاوضات بشكل مفاجئ أول أمس الأربعاء، وبعد أن أصبحت الكرة في ملعب كين قرر اللاعب أمس الخميس ترك النادي الذي لعب له منذ أن كان ناشئا والانضمام إلى بطل الدوري الألماني الذي سيدفع مبدئيا 100 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى مكافآت إضافية من شأنها أن ترفع قيمة الصفقة إلى 120 مليون جنيه استرليني، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية BE ميديا. وأشارت تقارير إعلامية صدرت صباح اليوم الجمعة في البداية إلى أن توتنهام رفض السماح لكين بالسفر إلى ألمانيا، ولكن تم النفي هذا الأمر من قبل توتنهام، حيث يعتزم اللاعب إلى السفر مساء اليوم وسيكمل الكشف الطبي بمجرد وصوله إلى ميونخ. وتحدث بوستيكوغلو قبل مواجهة توتنهام لبرينتفورد بعد غد الأحد، وأكد: من العدل أن أقول إنني لا يمكنني وصف ما حدث بتفصيل، ولكن ما أفهمه أن الأمور تطورت لنقطة تشير إلى أن الصفقة ستتم. وأضاف: من هذا المشهد على الأقل حصلنا على بعض التوضيح وسنتقدم بدون هاري. وأضاف: ومن جهة نظري الأمر متعلق فقط بفهم موقفنا، والمعلومات التي لدي في هذه اللحظة هي أن الصفقة باتت وشيكة، ولكن في مثل هذه المواقف تترك لنفسك مهلة. وأضاف: ولكن في المستقبل وخلال التدريب اليوم استعدادا لمواجهة برينتفورد فنحن سنفعل هذا بدون هاري. وأكد من الأفضل أن يتخذ هاري قراره بنفسه في هذا الشأن، ولكن لا يوجد شك أنه أحد أعظم لاعبي هذا النادي، وهذا لن يتغير أبدا. وأضاف: أنا جديد هنا، ولكن بكل تأكيد سيظل هاري أحد العظماء في هذه ولكن بكل تأكيد سيظل هاري أحد العظماء في هذا النادي.